بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خط أزرق جديد من شاشة القناة الثانية في التلفزيون الأرضي، 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. ولكل مشاهدينا داخل مصر عبر التردد الأرضي للقناة الثانية وعبر النايل سات داخل وخارج مصر، في كل مكان يصل إليه إرسال النايل سات. وفي الإعادة لكل مشاهدينا عبر الفضائية المصرية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تحية كبيرة لكم من قلب القاهرة وقلب الإعلام العربي ماسبيرو التلفزيون المصري. النهاردة ومن خلال خط أزرق هنطرح سؤال يبدو غريبا في الأنظمة العربية، ولكنه في صلب القضية الفلسطينية، وتحديدا القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية المغتصبة من الكيان الصهيوني، وكل العرب والمسلمين يقفون لاستردادها. يوما ما إن شاء الله ستعود هذه الأرض عربية إسلامية. السؤال الأصعب والأغرب في الأنظمة العربية: من سيخلف أبو مازن؟ الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس أبو مازن، بالمناسبة هو تولى السلطة في 15 يناير عام 2005، يعني النهاردة منذ أيام قليلة، يعني 15 يناير 2016 يبقى له 11 عام في السلطة الفلسطينية. طيب، ما هي المناصب التي يشغلها الرئيس أبو مازن؟ بالطبع هو رئيس السلطة الفلسطينية، وهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا هو رئيس حركة فتح. يفترض أن القانون الفلسطيني أو يعني فترة الرئاسة الفلسطينية حسب الدستور أو حسب الاتفاقات الفلسطينية لمدة 4 سنوات، يعني كانت تنتهي في عام 2009. لكن جميعا نذكر أنه في خلال عام 2009 تحديدا مع نهايات 2008 وبدايات 2009 كان هناك اجتياح إسرائيلي وضربات إسرائيلية للأراضي الفلسطينية، بالإضافة للصراع الفلسطيني الداخلي ما بين حركة فتح وحركة حماس، أدت أن من 2009 لم تجرى انتخابات رئاسية فلسطينية، وتم التمديد عام بعد عام وفترة بعد فترة إلى الآن للرئيس أبو مازن. هل هذا الوضع سيستمر؟ ربما سيستمر عام، عامين، أقل، أكثر، لكن في وقت ما لازم سيكون هناك خليفة لأبو مازن. من سيكون الرجل الأول بعد أبو مازن؟ أخيرا، يعني طبعا المتابع للشأن الفلسطيني هيجد تداخل وتشابك كبير جدا. يعني بنجد أن يفترض أن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بيكون هو الرجل الأقرب. ده المنصب اللي كان بيشغله أبو مازن نفسه قبل الرئيس ياسر عرفات. كان بيشغله ياسر عبد ربه، وتم إقالته وتعيين صائب عريقات. هل سيكون صائب عريقات هو الأقرب للرئاسة، أم أحد المقربين الآخرين لأبو مازن؟ وربما يكون جبريل الرجوب مثلا، أو اللواء ماجد فرج، وهو مدير أو رئيس الاستخبارات الفلسطينية. أم يمكن بشكل أو بآخر يكون من فريق آخر غير فريق أبو مازن تماما، ويأتي على رأسهم محمد دحلان القيادي الفلسطيني الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة، ولكن يعني هناك محاذير كثيرة عليه. أو مروان البرغوثي مثلا، له شعبية كبيرة لكن يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية الآن. هل ستفرج عنه إسرائيل لكي يكون رئيسا للسلطة الفلسطينية؟ مع السؤال الأكبر اللي بيطرح نفسه، إن كل الدوائر العالمية والإقليمية وحتى الإسرائيلية
بتؤكد أن يجب أن يكون هناك توافق على شخص من سيشغل رئيس السلطة الفلسطينية. يعني لازم إسرائيل تكون موافقة، إقليميا يكون في توافق، دوليا يكون هناك توافق. فعلى من ستوافق إسرائيل؟ سؤال صعب آخر سيتم طرحه مع العديد من الأسئلة في الصميم في القضية الفلسطينية مع ضيفنا الكريم اللي بيشرفنا النهاردة الدكتور أسامة شعث، وهو سياسي فلسطيني مرموق وخبير أكاديمي وأستاذ غير متفرغ في الجامعات الفلسطينية والجامعة الأزهر، وهو أيضا سياسي يعني خاض السجن ويعتبر ربما من أصغر الأسرى الفلسطينيين. أعتقد حلقة تستحق المشاهدة، هنحاول نفك فيها التشابك الفلسطيني ونطلع على الدور المصري المهم في هذه المرحلة. فقرة الأخبار من داخل إسرائيل بيصحبنا فيها الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. تقارير في غاية الأهمية من داخل الأراضي الفلسطينية لحقيقة الأوضاع، وأيضا للرؤية الإسرائيلية للرئيس الفلسطيني القادم. كل هذا وأكثر فقط في خط أزرق على التلفزيون المصري بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكل مشاهدينا فقرة الأخبار من داخل إسرائيل مع الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بالمشاهدين. هبدأ بأول الأخبار. الكنيست يناقش مشروع قانون التمويل مقابل الولاء وسط انتقادات يسارية. ده كان الخبر الأول اللي احنا شفناه، ويعني التفاصيل أكثر بتقول أن تقدمت وزيرة الثقافة ميري ريجيب بمشروع القانون للجنة البرلمانية للتربية والتعليم بهدف رصد أموال حكومية لمؤسسات تحرض ضد الدولة وتهين رموزها أو تحرض على العنصرية والإرهاب والعنف. الخبر كان منشورا في شبكة الإذاعة الإسرائيلية. إيه قانون التمويل مقابل الولاء ده يا دكتور؟ يعني أنت عارف حضرتك إسرائيل تجيد فن التعامل مع القوى الناعمة، وبالتالي بتربط التمويل بالعنصرية وبالعنف وبتخلط الأوراق بهدف تطويق بعض الثقافة الفلسطينية طبعا في المقام الأول، والترويج أيضا لمجموعة من المتطرفين لصد هؤلاء، وده بتلعبهم بالتمويل. طب ورصد أموال حكومية لمؤسسات تحرض ضد الدولة ده يعني إزاي يعدي أو إزاي تم رصده؟ طبعا يعني هو في بعض المتطرفين بيقولوا احنا هنعمل مستوطنات في اي مكان، بيسموها بؤرة غير شرعيه، واحنا بنسميها طبعا اي مكان تبقى معاديه وعدائيه واحتلاليه واستعماريه. انما هم بيسموها بؤرة غير استيطانيه غير شرعيه، وبالتالي يعني لا تنسق مع الجيش الإسرائيلي في مكان الاختيار. وبالتالي أيضا تخضع لميزانيات أيضا التمويل الغربي، محل علامات استفهام. بعض الجهات تحصل على تمويل غربي، وده محل أخذ ورد من الجانب الإسرائيلي. تمام. هنروح مع كل مشاهدينا للخبر التالي. وانتقادات إسرائيلية واسعة للقادة الأوروبيين للقائهم الرئيس الإيراني في ذكرى الهولوكوست.
طبعا يعني هو في يعني انتقادات في طبعا احتفاء اوروبي سريع بالقياده الايرانيه. نعم. وشفنا يعني تغطيه لبعض التماثيل، وده طبعا لو كان تم على يد عربي او شخص منسوب للعرب كان تم فيه استهجان واستنكار وتجاوزات كبيرة جدا. نعم. إنما تم من أجل إيران. فهنا الجانب الإسرائيلي بيزعم أن الاستقبال الأوروبي سريع جدا ويواكب الهولوكوست، وهنا بيروج لموضوع الهولوكوست والنازية والأحداث النازية. لكن واقع الحال أن في تعاون وأن في تنسيق وأن في مبالغة في حجم الرعب من طيب يعني بتوصف بإيه تصريح روحاني من أوروبا بأن اللوبي الإسرائيلي يعرقل العلاقات الودية بين إيران والولايات المتحدة؟ هو طبعا في أكتر من لوبي. اللوبي الأصيل هو اللوبي الإسرائيلي. في لوبي قوي جدا إيراني يتمدد داخل الولايات المتحدة وأوروبا في الفترة الأخيرة. وهناك محاولات للوبي عربي أخيرا زعامة السعودية للرد على هذه التجمعات الضاغطة على صناع القرار والترويج لبعض الأخبار لدى الرأي العام الغربي. فده احنا بنشوف ايه؟ بنشوف ان هو من يضغط على من يحرك من في الواقع. في اغلب الاحوال امريكا هي اللي بتستغل هذا اللوبي. تزعم ان هناك ضغط فاحنا نضطر للضغط على العرب. يعني سياساتنا اوراق السياسه الدوليه والالاعيب يعني بالزبط. طيب هنروح للخبر التالي، وكان منشورا في اسرائيل هيوم: ودعم تركي كبير لتنظيم داعش في مقابل النفط. واتهام من وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى اليونان للجانب التركي بتقديم دعم واسع لتنظيم داعش في مقابل النفط. ويضيف وزير الدفاع الإسرائيلي على الأتراك أن يقرروا ما إذا كانوا جزءا من الإرهاب أم ضده. ده يعني في شهر عسل ممتد ما بين النظام الإسرائيلي والنظام التركي، فده بيأتي يعني ذرا للرماد في العيون ولا ايه التصريح هو اللافتة المعلنة ان هناك مصالحة ونحن نتحدث عن تفاصيل هذه المصالحة. انما الغير المعلن ان هو كان في علاقات عادية تحت الطاولة يتم طرحها الان فوق الطاولة والى العلن. فالرأي العام الاسرائيلي والرأي العام التركي يتم التمهيد الى ان هذه العودة صعبة وانها تتم وفق الايقاع الاسرائيلي. الجانب التركي يقول لا، تتم وفق الايقاع التركي. انما في الواقع في شهر عسل وفي اتصالات وفي دعم خاصة في المجال الاستخباراتي والامني. لم يتوقف على الاطلاق ولو لحظة. والاسلحة العسكرية المجال العسكري. فهنا اسرائيل وموشي طبعا يعلن يعني رئيس وزير الدفاع الاسرائيلي موجود في اليونان. فده ضايق اكتر الاتراك ان هو بيأكد المعلومات اللي قالتها روسيا وبيخدم الجانب اليوناني ان انت بتعادي جانب يناصر الارهاب. فكانت يعني موجعة يعني هو كان بيستغلها فكان ده الرد للرأي العام الاسرائيلي ان احنا يعني لا نهرول نحو المصالحة. لا نهرول نحو اعادة العلاقات كما كانت عليه. تمام. هنروح للخبر التالي، وكان منشور في هآرتز تقرير أممي يؤكد النفوذ الإسرائيلي داخل جنوب السودان. وتقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة وأكدوا أن الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان والمتمثل في مجموعة من الأسلحة المتنوعة ووسائل الاستخبارات تستخدمها السلطات للتصنت على معارضيها والناشطين ضدها. الحقيقة يعني في صندوق كامل لدعم أفريقيا أو تقديم خبرات فنية لأفريقيا. وده من أول بن غوريون كان ابتدى يقول لابد من نهتم بأفريقيا، وضعنا في أفريقيا سيء. يصوتون في أفريقيا ضدنا. فابتدى يخش على الجانب الأفريقي ويعمل بكد وتنظيم وأيضا بتآمر أن يدرب بعض القيادات داخل إسرائيل أن هو يعمل الصندوق ده يعالج البعض من القادة داخل تل أبيب. فكان ده كملته جولدا مائير بعديه، وابتدى شامير يعمل مجهود كبير. وزراء الخارجية المتعاقبين عملوا مجهود أثمر. وفي أحيانا تم التلويح بشق الصف. هنعمل الثورة البرتقالية، هنعمل ثورة ضد أبو مازن، هنعمل ثورة في جنوب السودان. يعني أعتقد أن الأخبار فاضل بس خبر واحد من معاريف: ارتفاع معدل طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية. وأشارت إحصاءات شرطية زيادة بالغة في طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية على خلفية قضايا جنائية بموجب موافقات قضائية
الأمر الذي يثير القلق من ارتفاع معدل الجريمة، والخبر كان في معاريف. الحقيقة دي نقطة يعني متشابكة جدا، لأن الواقع أن في منافسة بين الصحف تصل إلى حد التنصت على مكالمات الصحيفة الأخرى. نعم. ودي ثابتة في أكتر من مكان. وفي نفس الوقت في جريمة منظمة مستفحلة في المجتمع الإسرائيلي. نعم. بمعنى أن تلاقي قنبلة تحت عربية أحد قادة العصابات وما إلى ذلك. نعم. فده يزيد من هذا التأجج ومن هذا العنف اللي هو التنصت على خلفية جنائية. أنا يعني اتشرفت بحضرتك النهاردة دكتور أحمد، ودايما كده بتنورنا وبتضيف لنا من خلال فقرة ما وراء الأخبار وتحليل الأخبار. تحياتنا لحضرتك. كان معنا الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. كل مشاهدينا الكرام، فاصل وهنعود لحضراتكم بموضوعنا الرئيسي النهاردة: من سيكون خليفة الرئيس الفلسطيني أبو مازن؟ موضوع في منتهى الحساسية سنتعرض له من كافة جوانبه مع ضيفنا الخبير السياسي والأكاديمي الدكتور أسامة شعث، وهو أيضا قيادي فلسطيني وأحد أصغر الأسرى الفلسطينيين. بعد الفاصل إن شاء الله اللي من خلاله هنتابع هذا التقرير عن طبيعة من سيخلف أبو مازن ومن هو أبو مازن، يعني بعض المعلومات عن الرئيس الفلسطيني ذاته. بعد الفاصل إن شاء الله. لا يقف فقط التحدي الأكبر في الساحة الفلسطينية أمام الموقف من انتفاضة القدس ومستقبلها، بل امتد نحو التهديدات المستمرة بمستقبل السلطة الفلسطينية ذاتها ومخاطر وتداعيات انهيارها، حيث ثمة مطالبات شعبية وحزبية بضرورة حلها نظراً لإخفاق مشروعها التفاوضي مع الاحتلال الإسرائيلي في انتزاع الحق الفلسطيني، خاصة وقد مضى كثير من الوقت في المفاوضات والاتفاقيات بين السلطة والاحتلال ولم يتحقق أي هدف فلسطيني، بل على العكس من ذلك ازدادت الفجوة بين الشعب الذي يتعرض لجرائم الاحتلال وينادي بالمقاومة وبين قيادة السلطة التي تراهن على خيار المفاوضات كسبيل وحيد لانتزاع الحقوق. وفي هذا الإطار فقد تناول المحلل الإسرائيلي جاكي خوبي أن مستقبل قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ما زال غامضاً، فيما تظهر في الأفق تحركات مصرية بقيادة السيسي للعب دور أكبر في الملف الفلسطيني بعد رحيل محمود عباس بشكل مفاجئ أو بترتيب طبيعي، ونوه إلى أن هناك خريطة سياسية جديدة للملف الفلسطيني تختبئ وراء الجهود المصرية الجديدة، مؤكداً أن القاهرة في هذه الأثناء تستغل نافذة الفرص المتاحة وهي تخشى من تفويتها، خاصة وأن عهد عباس قد ينتهي خلال سنة أو سنتين بشكل طبيعي. والرئيس محمود عباس أبو مازن ولد في عام 1935 في مدينة صفد، حتى أجبر وعائلته على اللجوء لسوريا بعد النكبة عام 1948. بعد لجوئه لسوريا قطع دراسته ليعيل عائلته وتابع دراسته من المنزل، ثم حصل على علومه الإعدادية وعمل معلماً، ثم التحق بالمدرسة الثانوية وحصل على إجازة في القانون من جامعة دمشق عام 1958. وفي عام 1982 حصل على شهادة الدكتوراه في موسكو، وكان موضوع رسالته العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية. كما قام بتأليف العديد من الكتب على مر حياته، أهمها الصهيونية بداية ونهاية، سقوط حكومة نتنياهو، الاستقطاب العرقي والديني في إسرائيل. في عام 1957
عمل في وزارة التربية والتعليم القطرية مديراً لشؤون الموظفين، واستمر في عمله حتى عام 1970 حيث تفرغ كلياً للعمل الوطني. ومن منتصف الخمسينات وحتى انطلاقة الحركة في مطلع العام 1965 ساهم أبو مازن في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني مع الرئيس السابق ياسر عرفات. وفي إبريل من عام 2003 تم تعيين محمود عباس أول رئيس للوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية. وبعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أجريت انتخابات لاختيار الرئيس القادم نجح فيها محمود عباس. تحية لكل متابعينا من خلال خط أزرق. وبعد ما تابعنا هذا التقرير عن طبيعة السلطة الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية ونبذة عن حياة طويلة حافلة بالكثير للرئيس أبو مازن، بيسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة في التلفزيون المصري واحد من السياسيين الفلسطينيين وأكاديمي مرموق وقيادي أيضا فلسطيني وأصغر أسير في السجون الإسرائيلية وقضى مدة عقوبة تصل إلى 5 سنوات. معنا الدكتور أسامة شعث الأكاديمي الفلسطيني والسياسي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا دكتور أسامة. أهلا وسهلا فيك ومنورنا وأهلا بك في التلفزيون المصري. أهلا وسهلا فيك طبعا الموضوع كمن سيخلف أبو مازن موضوع طويل، لكن عايز أتوقف أو أرجع بالذاكرة مع حضرتك لسنة 89. كنت أصغر أسير في السجون الإسرائيلية فعلا. والقوات الإسرائيلية هدمت منزلك ومنزل الأسرة، ويعني إذن اللي بنسمع عنه أو بنشاهده في وسائل الإعلام أو في نشرات الأخبار متجسد أمامنا الآن في شخص حضرتك في التلفزيون المصري. فاحكي لنا إيه الموقف في البداية أولا أشكرك على هالمقدمة اللي يعني أنا لست بخلاف شعب فلسطين، أنا جزء من أبناء شعب فلسطين اللي غالبية أبناء شعبنا تعرضوا لنفس الاعتداءات ونفس الجرائم ونفس الوحشية الإسرائيلية. هناك عشرات الآلاف من المنازل المدمرة على مدار التاريخ منذ عام 48 وحتى الآن، وإسرائيل تدمر وتقتل وترتكب الحماقات بحق شعب فلسطين. وأنا كان في عام 89 يعني أنا التحقت في الانتفاضة، وكان لم أتجاوز 89 عمر حضرتك لم أتجاوز ال 14 عام 13 عام تقريبا 13-14 سنة بالضبط. في الفترة هذه تم اللي هو اعتقالي وأمضيت فترة بسيطة جدا، ثم يعني لم تتجاوز الأشهر يعني، لكن كنت في ذلك الوقت من أصغر أسير في ذلك الوقت. يعني دي ربما دي أول مرة أول عقوبة، لكن حضرتك قضيت عقوبة 5 سنوات بالضبط. فيما بعد إيه الجريمة اللي هي مش اتهمت بيها؟ هي عملية مقاومة. أنا عارف إن مش جريمة، لكن الجريمة اللي أنا قصدي في مصطلح الجريمة اللي اتهمتك بيها السلطات إسرائيل ليست لها يعني أي مبرر في عملية، يعني لا تجد أي مشكلة في إبداع المسميات. في هناك قانون في الاحتلال الإسرائيلي في عام 83 وطبقوه ما بعد 83. القانون جاء بقرار من ضابط إسرائيلي اسمه ضابط قانون تمير، يفرض قانون على أي فلسطيني ممكن أن يكون ماشي في الشارع يسير من محل لبيت لتجارة لمدرسة لأيا كان، يتم اعتقاله بتهمة أنه يحرض على الاحتلال الإسرائيلي ويقتل أو يعتدي أو يضرب. أو كانت هذه التهمة اللي وجهت إليه لا يحتاج أكثر من شاهد واحد حتى لو كان لم يكن يعني شاهد ما شافش حاجه. يعني طب 5 سنين يعني 5 سنين هي كان جزء يعني. انا اقل بالمناسبه، انا من اقل الناس المجموعه اللي اعتقلت. انا ابناء مجموعتي وانا بحييهم، وجزء منهم غادروا المعتقلات في
في صفقة شليط، وجزء منهم غادروا بعد صفقة شليط، أمضوا 20 عاما. فأنا أمضيت 5 سنوات في المعتقل على قضايا 5 سنوات فقط، يعني حاجة بسيطة يعني كده. بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يعني أغلب القيادات السياسية الفلسطينية وأغلب شباب الأرض المحتلة اعتقلوا، وإن لم تعتقل فأنت معتقل فعلا في الأرض الفلسطينية، لأنك محروم من التحرك من مدنك ومن شوارعك ومن بيوتك من مؤسسات، من مكان إلى مكان أنت لا تستطيع الحركة إلا بتصاريح وإلا يعني هذه مسألة صعبة جدا. طيب، يعني كانت مقدمة واجبة لشخص حضرتك، لكن دخولا إلى الموضوع الرئيسي اللي فيه محاور كثيرة جدا، لكن خليني أنقل لحضرتك يعني شعوري أنا شخصيا وأنا أقوم بالتجهيز لهذه الحلقة كمحاور لحضرتك النهاردة، وأنا أجد أن يعني القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين كلهم، وعودة الأرض للفلسطينيين، لكن ببحث اليوم فقط أو الأيام القليلة الماضية 3 أيام مثلا، وجدت أن ربما لب القضية الفلسطينية في الخلافات الفلسطينية. يعني لماذا كل هذا الكم من الخلافات؟ مش هقول لحضرتك ما بين حركة فتح وحركة حماس لأنها مفهوم أيديولوجية، لكن داخل حركة فتح نفسها في قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ليه كل هذه الخلافات؟ يعني دعني أعيد إلى الأذهان فكرة المؤسسة أو الوطنية الفلسطينية. كيف انطلقت الوطنية الفلسطينية وكيف خرجت؟ ما قبل عام 67 لم يكن هناك البحث عن أي فكرة وطنية حتى فلسطينية مصرية عربية. كان الحديث يدور عن الرؤية القومية أو الفكر القومي العروبي، والفكر المقابل له كان الفكر السياسي الذي ينبع من أسلمة الأمة العربية. ويعني بالأخير الأمة العربية يعني غالبيتها كانت لديها الفكر الإسلامي بالشكل الوسطي الذي تقوده الأزهر كانت في ذلك الوقت. الآن بعد هزيمة 67 انهار هذا الفكر اللي هو يسمى الفكر القومي بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هذا الفكر القومي كان يشغل بال كل أبناء الأمة العربية كيف يمكن إعادة فلسطين وتحريرها. لكن عندما بدأت المسألة تتصعب على أبناء فلسطين في أن ننتظر الأمة العربية أن تخرج من كبوتها وتتوحد، عندما انهار أصلا الفكر القومي، انهار عندما بدأت تقطير الأمة العربية في ساكس بيكو من خلال رسم الحدود. بالتالي هذا كله انعكس على فكر أبناء الشعب الفلسطيني الذي كان جزء منهم الرئيس محمود عباس في ذلك الوقت، كانوا أطفال وكانوا شباب صغار، كانوا قد يعني غادروا للتو في 48 في هجرة كانت قسرية من فلسطين، كانوا تشربوا المعاناة واللجوء والتهجر، وبالتالي كان عندهم إحساس كبير جدا بأنه يجب أن يعني يتولوا زمام الأمور. وكانت البدايات كانت ما قبل ذلك، يعني ما قبل 67، ولكن عندما تحول المشهد في نكسة 67 اللي هي النكسة الأخرى من نكبة فلسطين إلى 67 صحيح. كانت الإرهاصات الأولى لدى أبناء فلسطين قد تولدت في الخمسينيات وانطلقت، وكانت مظهرها الواضح في الستينات. ولم خلي بالك، ولم يكن أي نظام سياسي عربي يقبل بفكرة الوطنية الفلسطينية ويقبل بفكرة فتح التي انطلقت بالكفاح المسلح وحتى بالإرهاصات السياسية والوطنية. كانت مجموعات كثيرة شكلتها فتح وبدأت تجمع وتقوم بتشكيل تنظيم سياسي يقوم على الأرض بتحرير فلسطين. بعد النكبة أن النقطة المهمة بعد النكبة كان هناك النكسة يعني النكسة في 67 كان هناك معركة الكرامة في عام 68 اللي كانت في مارس 68 كانت مفصلية ما بين الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات فتح وقوات فتح في ذلك الوقت التي تصدت لهم في قرية الكرامة على شرق نهر الأردن مباشرة، وهزم فيها الجيش الإسرائيلي بعد نكسة 67. وبالتالي فتحت أبواب الوطنية الفلسطينية إلى أبناء الأمة العربية للمشاركة والدفاع عن فلسطين من خلال الرئيس جمال عبد الناصر، والتي هؤلاء الشباب تولوا قيادة منظمة التحرير التي مين الشباب دول؟ اللي هو ياسر عرفات والرئيس أبو مازن في ذلك الوقت كانوا شباب، يعني لم يتجاوزوا 35 أعتقد كان الرئيس أبو مازن كان في ذلك الوقت لا في 20 سنة كانت في التأسيس، فترة التأسيس المنظمة، في تأسيس حركة فتح في 57 و 58. لكن عندما دخلوا في منظمة التحرير وقادوا المنظمة في 68 69 كان أعضاء في منظمة التحرير كانوا قد تجاوزوا 35 عاما تقريبا. طيب أنا يعني معلش هتوقف لحظات مع حضرتك
حضرتك لأن لدينا مداخلة هاتفية هامة جدا مع قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس أبو مازن للشؤون الإسلامية. مساء الخير دكتور محمود. حياكم الله يا أخي، أهلا وسهلا. مباشرة طبعا من الأراضي الفلسطينية، يعني أنا بما أن حضرتك المستشار الرئيس أبو مازن للشؤون الإسلامية، إيه وجه الاتفاق والخلاف مع فكر حركة حماس، وهي حركة يعني بتعلن أنها في المقام الأول حركة إسلامية؟ ممكن تشرح لنا الموضوع ده ببساطة للمشاهد المصري والعربي؟ يعني نحن ننظر إلى حركة حماس كما ننظر إلى أي فصيل فلسطيني. هي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني بدون أدنى شك، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا. نعم. ولكن الخروج من العباءة الوطنية الفلسطينية باتجاه تعويم وتعميم الولاء هنا وهناك في اتجاهات إقليمية أو أممية وغير ذلك، هذا يضعف الموقف الفلسطيني، يضعف القضية الوطنية الفلسطينية التي نريد التركيز عليها. نعم. كقضية تحرر وطني. نعم. الإسلام ليس حكرا على أحد حتى يقول هذه حركة إسلامية وهذه حركة مش إسلامية. تمام. كلنا مسلمون. نعم. ومحاولة إضفاء الاحتكار أو احتكارية التمثيل الإسلامي على حركة بسبب اسمها أو بسبب شعاراتها، ما تعلن ظالمة للإسلام. نعم. قبل أن تكون ظالمة للنفس. نعم. طيب، مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية، يعني هل الرئيس أبو مازن في انتخابات الرئاسة القادمة أيا ما كان موعدها سيرشح نفسه، أم سيكون هناك وجوه جديدة لتولي هذا المنصب رئيس السلطة الفلسطينية؟ أولا، من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين بعينهم، سواء نعم. الرئيس أبو مازن أو غيره. نعم. نحن نركز على المبدأ، والمبدأ هو إجراء الانتخابات. مع شديد الأسف كل دعمنا لسرعة إجراء الانتخابات للخروج من هذه الحالة المأزومة التي تعيشها الساحة الفلسطينية في ظل الانقسام وانقلاب حماس في غزة والخلافات الداخلية وتغول الاحتلال الإسرائيلي علينا بسبب هذا الانقسام. كل الدعوات للذهاب إلى الانتخابات تذهب أدراج الرياح. حتى الآن حماس تصم آذانها عن الاستماع إلى صوت العقل والمنطق والشعور الوطني والمصلحة الوطنية التي توجب وتفرض علينا الذهاب إلى انتخابات مباشرة الآن وليس غدا، من أجل فكفكة هذه الحالة المأزومة التي تعيشها الساحة الفلسطينية. هذه القضية الأساسية التي نركز عليها. أما من سيترشح، رئيس أبو مازن باقي في موقعه كرئيس لمنظمة التحرير وكرئيس لدولة فلسطين حتى إجراء الانتخابات. يوم أن تجرى الانتخابات القرار بترشيح نفسه أو عدم ترشيح نفسه مرتبط بذلك الوقت وبظروف ذلك الوقت، لكن المبدأ الذي يركز عليه الرئيس أبو مازن الآن ويتحدث عنه مع الجميع، العرب ومع المسلمين ومع حماس نفسها، نعم، أننا نريد إجراء الانتخابات ثم بعد ذلك يفتح الباب لمن يريد أن يرشح نفسه. طيب، أخيرا دكتور محمود الهباش، هل الحديث عن المصالحة الفلسطينية الآن يعني ضرب من ضروب المزايدات الإعلامية لا أكثر ولا أقل، أم أن هناك على أرض الواقع في فلسطين ما يؤكد هذا الاتجاه، سواء من جانب السلطة الفلسطينية من حركة فتح أو من جانب حركة حماس في قطاع غزة؟ الحقيقة لا هذا ولا ذاك. نعم، لا يوجد شيء على أرض الواقع، لكن الحديث عن المصالحة ليس ضربا من المزايدات الإعلامية، على الأقل من جانبنا نحن نعم. نتحدث عن مصالحة حقيقية، مصالحة قائمة على العودة إلى مصدر السيادة وهو الشعب، مصدر السلطة وهو الشعب، العودة إلى امتلاء صناديق الاقتراع. يعني مللنا من تكرار الحديث عن وجوب الانتخابات كبوابة للمصالحة. حماس تضع العرب أمام الحصان
تريد مصالحة قبل الانتخابات. نعم. كيف نحن مختلفون وسنظل مختلفين؟ على الأرض صراحة لا يوجد شيء إيجابي، لا يوجد شيء جديد. نعم. الأمور على حالها، المصالحة مجمدة، حكومة التوافق الوطني لا تستطيع القيام بعملها في قطاع غزة تخفيفا عن أهلنا في القطاع. الظروف في قطاع غزة مأساوية للغاية، والسبب هو إصرار حماس على التشبث بمشاركتها في الحكم قبل الانتخابات. تعالوا شاركوا في الحكم بعد الانتخابات. عندما تجرى الانتخابات ويأخذ كل حجمه الحقيقي، حينها نستطيع أن نقول هذا يشارك في الحكم وهذا لا يشارك في الحكم. ولكن رغم ذلك نحن نقول مسبقا إننا لا نريد إقصاء أحد حتى بعد الانتخابات. ليس في مخيلتنا، لا في مخيلة الرئيس ولا مخيلة منظمة التحرير، أي تفكير بإقصاء أحد. نريد شراكة من الكل الوطني في صنع القرار الوطني، لأننا جميعا نواجه تحديات واحدة هي تحديات الاحتلال. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. العديد من المانشيتات الهامة في هذه المداخلة مع قاضي قضاة فلسطين والمستشار للرئيس أبو مازن للشؤون الإسلامية الدكتور محمود الهباش. ربما أهمها أن لا توجد على الأرض مصالحة بين حماس وبين فتح، وأن المتسبب في هذا الوضع طبقا لتصريحات مستشار الرئيس أبو مازن هم حماس. والأمر الآخر الذي نضعه كعنوان رئيسي من مستشار الرئيس أبو مازن أنه لا إقصاء لأحد في فلسطين، سواء في السلطة الفلسطينية أو في المواقع القيادية بعد إجراء الانتخابات، حتى لو كانوا من قيادات حماس. بعود لحضرتك دكتور أسامة. أعتقد هذه المداخلة مهمة. تحب أي إضافة قبل ما؟ لا بالعكس، هو يعني سعادة المستشار أو الوزير السابق القضاء يعني في أوقاف فلسطين كان الوزير السابق، ثم نعم. مستشار للسيد الرئيس. نعم. بصراحة هو يعني أجمل قضايا كثيرة، وتحدث في نقاط، يعني تحدث في نقاط محددة ومختصرة، وأجاب على الكثير، وأراحنا ربما يكون نعم. في الكثير من الملفات، الأسئلة، وبخاصة في الحقيقة لم يتحفظ على أي سؤال يعني من أسئلتنا. في ملف المصالحة مع حركة حماس أنا أعتقد أنه هناك يعني خضينا كثير في هذا الموضوع وأرقنا، وأنا كتبت مقال قبل أشهر في هذا الموضوع بعنوان عن حركة حماس والمسؤولية الوطنية. نعم. أنه تحدثت فيه، وللأسف وأنا أتحدث فيه بصراحة، هناك خلاف حقيقي فكري ما بين العقلية التي تقودها مجموعات حماس، بغض النظر فكر ينبع من خلفية إقليمية أو من امتداد أممي يعبر الحدود بحسب الرؤية العامة، وبالمقابل الرؤية الوطنية الفلسطينية التي ليست فتح بالمناسبة هي لحالها التي تقود هذه الفكرة. هي تقودها صحيح، ولكن ليست هناك مشكل وطني كبير على مستوى الفصائل الفلسطينية والأحزاب الفلسطينية، حتى الجهاد الإسلامي الذي يعتبر هو أيضا من الأحزاب السياسية أو الحركات التحررية أو الفصائل الوطنية الإسلامية التي تميل إلى الإسلام والتي يعني تتحدث باسم الإسلام، لديه رؤية وطنية أكثر من حركة حماس في قضايا كثير، بما فيها المعابر، بما فيها تشكيل الحكومة، بما فيها يعني هناك، وإن كان هناك خلافات في الرأي في الملفات الداخلية، لا يجب أن نختلف على أن العدو الرئيسي هو الاحتلال، ولا يجب أن نختلف على أن يكون هناك مؤسسة واحدة تقود هذا المشروع بفكر واحد، أن يكون تحت شراكة وطنية واحدة كما تحدث. دكتور أسامة، يعني عودة إلى تقييم ورصد ما تم إنجازه في فترة رئاسة الرئيس أبو مازن على مدى 11 عاما. ما الذي تم إنجازه وما الذي تم الإخفاق فيه إلى الآن؟ يعني أولا دعني أقول أن وصول الرئيس أبو مازن كان بانتخابات ديمقراطية جاءت باكتساح شعبي وجماهيري، وأنا أحد الناس اللي شاركوا حتى في الحملة الانتخابية التي كانت في إحدى المحافظات. وفي نفس الوقت الرئيس أبو مازن كان قد جاء ببرنامج صادق مع الناس أكثر من أنه برنامج
شعاراتي أو من الخطابات الرنانة التي يتحدث بها البعض، المقاومة والسلاح والمش عارف، ويجر علينا العديد من النكبات. الرئيس أبو مازن كان واضحا منذ البداية أنه يتجه ببرنامج سياسي لبناء مؤسسات الدولة، محاربة الفساد الداخلي. أنا نتحدث عن مؤسسات كانت هرمة، مؤسسات منظمة التحرير، وحتى اللحظة أخفقت القيادة الفلسطينية حتى اللحظة في بناء مؤسسات المنظمة، لكنه تحدث بصراحة عن بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، تحدث بصراحة عن إحياء يعني جهود يعني أجيال الشباب، خلق فرص عمل للشباب، التحرك على المستوى السياسي وبناء الاستراتيجية الفلسطينية. الرئيس أبو مازن استطاع أن يلملم شتات فتح في فترة من الفترات. حركة فتح قبل انتخاب الرئيس كانت عبارة عن مجموعات مفككة. نتحدث عن أن هناك 20 عاما سبقت يعني الإجراء الانتخابات للمؤتمر السادس لحركة فتح، وأنا برأيي انتخابات حركة فتح كمؤتمر سادس للحركة، تخيل أنه آخر مرة يعقد في عام 89 ثم يعقد في 2009، فكانت مفارقة كبيرة جدا أن يقوم الرئيس أبو مازن في خلال السنوات التي تولى فيها الحكم. أول خطوة يقوم بها هو إدراكه العميق بأن أهمية وجود فتح كمحدد رئيسي في العلاقات الوطنية الداخلية وفي قيادة دفة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، فاضطر أن يعني ضاغطا على نفسه بإعادة لملمة كل هذا الشتات باتجاه تحديد البوصلة. على صعيد النقطة الثانية النقطة الثانية كانت في اتجاه أو إذا إحنا حددنا المرتكز الأساسي بناء حركة فتح، الحركة الوطنية التي هي حركة ليست لقيادات فتح الذين يقودون هذه الحركة الآن، هي حركة للجماهير فتح وجماهير الشعب الفلسطيني كله، وكل أبناء الشعب الفلسطيني يتدخلون بها. تتحدث أنه في كل شوارع في كل شوارع فلسطين تجد أن المواطن العادي يميل إلى حركة فتح بالفطرة، ويميل إلى المواطن التاجر البائع لأنها الأقرب إليه واللي بتبعده عن تلامس هموم الناس، عن المشاكل يعني. بالضبط. لا تتحدث عن أيديولوجيات لا إقليمية ولا أيديولوجيات ولا دينية ولا غيره. ونحن كلنا زي ما تفضل سيادة المستشار مثلما تحدث أن هناك رؤية لدى قيادة حركة فتح تختلف عنها تماما، أو قيادة السلطة الفلسطينية تختلف عنها تماما على قيادة حركة حماس، أو الرؤية الدينية التي تتحدث بمنطق ديني أن هذا مسلم وهذا ليس مسلم وهذا طيب كافر. عشان بس الوقت معلش اسمح لي. النقطة الثانية بناء المؤسسات. لا اسمح لي عشان بس يعني في نقاط كثيرة دكتور أسامة أحب أن أناقشها مع حضرتك. ربما نلمس الكثير من الإنجازات على الأرض للرئيس أبو مازن، لكن ماذا على صعيد إقامة الدولة في الضفة الغربية، على صعيد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟ هل ترى أن يعني الرئيس أبو مازن حقق إنجازات في هذين الصعيدين تحديدا؟ شوف، هو بصراحة في هناك إخفاق كبير في عملية المفاوضات، وهذا ليس بسبب القيادة الفلسطينية، بالعكس هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض ويفاوض من أجل المفاوضات. وأنا كانت دراستي بالمناسبة عندما درست الدكتوراه وبحثت في ماجستير وحتى في الدكتوراه في هذا الملف تحديدا، يعني ملف المفاوضات، تبين أنه المشكلة ليست في المفاوضات كعلم، وليست في شكل المفاوضات بين الدول، وإنما في آليات إدارة هذه المفاوضات. القيادة الفلسطينية تذهب على اعتبار أنه هذا فدائي، هذا مقاوم فلسطيني، هذا قائد فلسطيني يريد أن يحقق لشعبه التحرر والاستقلال سواء بشكل المفاوضات أو بالمقاومة. وأنا اعتبرتها بالمناسبة من ضمن دراساتي، أعتبر أن المفاوضات هي عمل من يعني شكل من أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية للقيادة الفلسطينية، والحصول على الحقوق من المفاوضات لا يقل عن الحروب بأي حال من الأحوال. ولكن لا أختلف على أنه هذه المفاوضات بشاكلتها السابقة على مدار 20 عاما كانت أسوأ ما يكون من تجارب مفاوضات على مدار التاريخ، لأن إسرائيل لا تنظر إليك على اعتبار أنك دولة، تنظر إليك أنك تتفاوض معها أقلية داخل أرضها. هي تنظر ذلك، هذا منظور الاحتلال الإسرائيلي. لذلك الرئيس أبو مازن كان هناك اتجاها كبيرا جدا من القيادة ضمن استراتيجيتها في حركة فتح. لذلك أنا قلت لك في البداية أن حركة فتح هي المحدد الرئيسي في يعني في الوطنية الفلسطينية، صحيح، وفي البناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية. بعد 2009 كان هناك استراتيجية حقيقية لحركة فتح، وأنا أشيد بهذه الاستراتيجية التي نجحت نجاحا كبيرا جدا بنقل الشعب الفلسطيني من شعب فلسطيني
يقاوم وحتى منظمة ومؤسسة سياسية في الأمم المتحدة إلى مؤسسة رسمية قانونيا على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى رفع العلم الفلسطيني، رفع العلم الفلسطيني كان هو حصيلة ونتيجة أن هناك دولة. صحيح. وبالتالي طيب. هذه الدولة من حقها أن تطالب أن يكون المفاوض لديه قلم مثل القلم الذي معك. طبعا بما يعني أننا تحدثنا عن إسرائيل ودورها، فلدينا تقرير عن الاتجاهات الإسرائيلية نحو السلطة الفلسطينية، وطبعا الألاعيب السياسية الصهيونية لا تنتهي. نتابع التقرير. يمكن القول إن موقف الجانب الإسرائيلي من تصاعد وتيرة مفاوضات عباس يتمثل في أن المراقبين يعتقدون أن الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بانهيار السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يفاقم المخاطر الأمنية التي تهدد وجوده. لذا يتطلع الإسرائيليون إلى ضرورة تعزيز قوة السلطة ومكانتها. ويقترح الكاتب الإسرائيلي دوف فيزاغلس المدير العام للديوان رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أريل شارون القيام بذلك من خلال خطوات عينية، مثل إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين وتطوير البنى التحتية وتقديم مزيد من التسهيلات الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على المعابر والحواجز وتجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى. والأهم من ذلك كله بذل أقصى الجهود من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، وعن مستقبل السلطة الفلسطينية تحت لواء أبو مازن وسيناريوهات انهيارها. يشير مركز الدراسات الإقليمية فلسطين إلى أن سيناريوهات السلطة بادت لا تخرج عنه، إما أن تحل السلطة نفسها نتيجة تعنت الاحتلال وتنصره من الاتفاقيات المبرمة معه، وإما أن تنهار السلطة نتيجة دوافع خارجية كتوقف الدعم الخارجي وأموال المقاصة في حال أعادت حركة فتح لخيار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال. أما السيناريو الأخير وهو أن تنهار السلطة نتيجة ضغوط شعبية نظراً لفشل السلطة في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية وفشلها في حماية الشعب الفلسطيني، وإما نتيجة تفاقم الخلافات الداخلية في حركة فتح، مما سيدفع أحد الأطراف إلى الاحتكام للسلاح وبالتالي حسم الخلاف وانهيار السلطة. بشكر زملائي في الإعداد تقارير علاء الفار وقراءة تعليق التقرير لدعاء حجاب، وبرد على التساؤل اللي طرحته دعاء في نهاية التقرير. إن شاء الله لن تنهار السلطة الفلسطينية أبدا، إلا وبقول إلا إذا أراد لها الانهيار الشعب الفلسطيني. يعني هو الشعب الفلسطيني هو القادر على حماية سلطته الفلسطينية أو المساهمة في المخطط الصهيوني لتكسيرها وانهيارها. السؤال الأهم، يعني للأسف الوقت مع حضرتك عدى سريعا جدا دكتور أسامة شعث، من سيخلف الرئيس أبو مازن؟ الأسماء المطروحة كثيرة، المواقع الإلكترونية، الصحف، بعض وسائل الإعلام تطرح أسماء هنا أو هناك، بعضهم من فريق أبو مازن أو يطلق عليهم فريق أبو مازن، بعضهم من فريق آخر يطلقون عليه الفريق المناوئ بيأتي على رأسهم محمد دحلان. فماذا يعني ماذا عن الأسماء المطروحة، أو خلينا نطرح السؤال بشكل آخر، ما هي مواصفات الرئيس القادم في فلسطين؟ يعني خلينا بذكرك اسم محمد دحلان مع احترامي للأسماء. الرجل فصل من حركة فتح
وتكاد تكون فرصته ممثلا عن حركة فتح محدودة جدا، مستحيلة مش محدودة. وبالتالي هذا إذا بده يمثل حركة فتح في الترشح هذا صعب جدا. بالتالي هو ليس من ضمن الفريق القيادات التي طرحت في مسألة الترشح للرئاسة أو الرئيس موجود باق وموجود، وخليفة الرئيس أبو مازن هو السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. لأنه هو الذي موجود على رأس هذه السلطة ويقود هذه السلطة باقتدار، ويقود هذه المنظمة منظمة التحرير باقتدار، وهو الأمين والوصي على مقدرات هذا الشعب. طيب لكن إذا تحدثنا عن من لا سمح الله إذا تدخل القدر، نحن نتحدث عن أن يعني الرئيس السبسي قبل فترة انتخب وعمره 88 عاما. إذا تدخل القدر، الرئيس أبو مازن ما شاء الله عليه يعني 88 عاما، لكنه يستطيع أن ولديه القدرات ويتمتع بقدرات ذهنية سياسية، بالإضافة إلى أنه لديه الحكمة والقدرة على تغيير قواعد يعني الأسماء. يعني إذن حضرتك شايف الأسماء بلاش نتكلم في الأسماء لأنه المسألة ليست لها علاقة لا بهذا ولا بهذا. مش هتكلم في كل الأسماء المطروحة، لكن هطرح بعض الأسماء. يعني قلنا محمد دحلان وحضرتك قلت لا هو خارج الحسبة. يعني أنا طيب بتكلم عن مروان البرغوثي داخل الحسبة. مروان البرغوثي شاب مناضل وقائد فلسطين وعضو في اللجنة المركزية. وربما تكون فرصته مناسبة، ولكن اختيار القائد ليس شخصا لست أنا في هذا المكان أستطيع أن أختار. هناك هناك مؤسسات فلسطينية، مؤسسات في حركة فتح. أولا أنا بعتقد أنه الذي سيكون خليفة الرئيس أبو مازن أو لا سمح الله يعني في حال تغيبه عن المشهد السياسي لأي سبب كان، لكن نحن نتحدث عن ممكن يكون هناك نائب للرئيس. نائب للرئيس تحتاج إلى مسألتين مهمين. الرجل الثاني يعني الرجل الثاني هذا الرجل الثاني. نحن تعرف النظام السياسي الفلسطيني بس عشان ننتهي النظام السياسي الفلسطيني يعتبر بأن لا وجود لكلمة نائب رئيس. قبل ما نروح للجزئية دي عشان ننتهي من مروان البرغوثي، هل قضاؤه للسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية يمثل عائق؟ لا يمثل عائق. نحن نتحدث عن تجربة نيلسون مانديلا، كان في داخل المعتقلات ويقود ثورة كبيرة جدا. هذه تجربة يعني الأخ مروان البرغوثي أحد مناضلين فتح وقياداتها وشبابها وعضو في اللجنة المركزية، ونجح حتى بالمناسبة هو قائد شعبية لا شك. نجح في الانتخابات في المجلس التشريعي وهو أسير، ونجح بالمناسبة. احنا عندنا أسرى في المجلس التشريعي وعندنا أسرى في القيادة الفلسطينية، منهم الأخ مروان البرغوثي في اللجنة المركزية لحركة فتح. الرجل الثاني، فكرة الرجل الثاني، هل الرجل الثاني كما العادة في السلطة الفلسطينية، وهو نفسه الرئيس أبو مازن كان أمين سر كان الرجل الثاني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرجل الثاني بعد الزعيم ياسر عرفات. كان في هذا المنصب ياسر عبد ربه، وتم إقالته وتعيين صائب عريقات. هل سيكون صائب عريقات هو الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية، وهو الآن الرجل الثاني، لكن هو النائب، هو المرشح؟ لا، هو الرجل الثاني صحيح أنه ممكن أن يكون أمين سر منظمة التحرير، لكن نحن نتحدث عن أن هناك يعني أهمية ضرورة جدا بشكل كبير جدا أن يكون هناك بناء لمنظمة التحرير ومؤسسة منظمة التحرير. بالمناسبة رفعت مذكرة قبل فترة بسيطة للقيادة وللسيد الرئيس تحديدا، على أساس أنه هناك دراسة لهذا الموضوع، بأن يكون هناك آلية لخلق أجيال جديدة وتفاعلات جديدة على الأرض من القيادات الفصائل الفلسطينية وحركة فتح وكل مكونات الشعب الفلسطيني للمشاركة في عملية بناء المنظمة. إذا تم بناء المؤسسة وبناء منظمة التحرير ومؤسساتها، نحن نتحدث عن أن أي شخص قائد لمنظمة التحرير سيكون هو الرجل الثالث، سيكون هو تلقائيا في أي حالة غياب لا سمح الله قسري. الآن الموجود للأسف الشديد أن هناك في القانون أن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يتولى رئاسة السلطة لمدة شهرين. نحن نتحدث عن أن هناك تعطل حقيقي وسقوط لشرعيات، يعني سقوط لكل المؤسسات الفلسطينية التي نتحدث عن المجلس التشريعي لا يجتمع منذ سنوات، حتى بما فيهم يا دكتور المجلس الوطني الفلسطيني اللي هي أعلى جهة فلسطينية، ولكن أسماء وأشكال وهياكل. نحتاج إلى إعادة بناء هذه المؤسسات. الدولة يعني هي دي مؤسسات الدولة بالضبط، ولذلك مهم جدا أن يتم البناء. نقطة مهمة كمان في هذا الصدد أن شكل وطبيعة الصراع عادة ما يتحدد من خلال الرئيس، يعني الرئيس الذي يطرح برنامجه على الشعب
ويطرح برنامجه على قيادات على الفصيل الأكبر الذي يعني بالعادة ربما يكون من حركة فتح، وبالتأكيد سيكون من حركة طبعا فتح، لأن حركة فتح هي يعني النسبة الغالبة في الشعب الفلسطيني من حركة فتح، وهي يعني خلينا نكون دقيقين أكثر، هي الوسطية السياسية الفلسطينية والوطنية طيب الفلسطينية التي تجمع الكل. أنا متأسف أن أنا بقاطع حضرتك، بس للأسف الوقت هو يعني العامل الأساسي. أخيرا اللواء ماجد فرج، وهو رئيس الاستخبارات الفلسطينية، اسم مطروح على الساحة لأنه له علاقات واسعة ويعلم الكثير، بالتالي يعني طبيعة عمله. يعني الأهم من كل هذه الأمور، وربما السؤال الأخير، رأيك إيه في اللي بيقول إن رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يكون متوافقا عليه من إسرائيل وإقليميا ودوليا وتحديدا الولايات المتحدة؟ يعني إسرائيل تحاول أن تبث الإشاعات. قبل ذلك عندما كان الرئيس أبو عمار محاصرا في 2002 و2003 وحتى سقوطه واستشهاده بالسم كما فعلت إسرائيل، طبعا حاولت خلق بدائل وحاولت ابتكار بدائل وحاولت يعني كل ما أمكن من أن لن يكون هناك عملية اختيار لأي مسؤول أو قائد فلسطيني إلا بقرار وطني شعبي. الشعب الفلسطيني هو المحدد الرئيسي في اختيار على هذا الأمر. الرئيس. لكن في أحيانا تكون هناك رغبة عربية متوافقة مع الشعب الفلسطيني. لا يمكن، لاحظ أنه كل الناس أو كل الشخصيات الذين جاءوا إلينا بباراشوتات إقليمية سقطوا وذهبوا إلى أدراج الرياح، بغض النظر عن الأسماء. كل الذين مش عايز تقول ليه؟ بغض النظر، لأنه يعني تتحدث أنت عن فكرة وطن. نعم. وفكرة بناء مؤسسات لهذا الوطن. نعم. إذا أردت أن تبني مؤسسات لا مشكلة في اختيار الأسماء، لأن المؤسسة هي التي تختار، والمؤسسة هي التي ترى أن هذا الشخص المناسب، هذا القائد المناسب، هذا الرجل المناسب يجب أن يكون في هذا المكان. يعني يبقى الانتخابات أو تبقى الانتخابات هي لذلك أتمنى أن يكون في أسرع وقت ممكن انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. صحيح. قبل ذلك يجب بناء مؤسسات وأطر حركة فتح. المؤتمر السابع لحركة فتح الذي يختار قيادته الجديدة ورجال الجدد الذين سيقودون المرحلة نحو الصعاب يعني في كافة المجالات. بالمناسبة تحدثت في التقرير الأخت قبل يعني أن ننهي شكل الصراع وأدوات الصراع والسيناريوهات. بالضبط، والسيناريوهات. لا سيناريو اسمه سقوط للسلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية مجرد أن أقيمت دولة فلسطين في الأمم المتحدة، أنا برأيي الشخصي وعلى الهواء بقول يجب أن تتحول وتتطور من سلطة جاءت لتعلن دولة الفلسطينية إلى أن تصبح مؤسسات للدولة. صحيح. أن لا يتم الحديث عنها حتى في وسائل الإعلام العربية مؤسسات دولة فلسطين. نعم. لا يجب أن نقول مؤسسات السلطة. نعم. لا يجب أن نقول الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. وبالتالي يجب أن تسقط أيضا مؤسسات السلطة. يعني التشريعي يجب أن يسقط اسم المجلس التشريعي. نعم. ويتحول إلى اسم البرلمان الفلسطيني أو المجلس يعني الوطني الفلسطيني. اسمح لي دكتور أسامة، تحول إلى مؤسسات دولة ولا نبقى إلى. نعم. بنضم صوتنا إلى صوتك في ضرورة أن يتم تغيير الخطاب العربي على الأقل اللي احنا نستطيع أن نسيطر عليه، بعيدا عن سيطرة إسرائيل على وسائل الإعلام الدولية، بأن احنا نخاطب الكيان الإسرائيلي بصفته، ونخاطب دولة فلسطين بصفتها وبمؤسساتها وبرئيسها، وننتظر إن شاء الله أن يتم حل الخلافات الفلسطينية الداخلية لعقد انتخابات ديمقراطية للشعب الفلسطيني يختار فيه قياداته بحرية كاملة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أسامة شعث، الخبير الأكاديمي والسياسي الفلسطيني والمستشار السياسي. شكرا جزيلا لسيادتك، شرفتنا، ويعني التلفزيون المصري النهارده سعد بوجودك فيه. شكرا. تحياتنا لكل أهلنا في دولة فلسطين وللقيادة الفلسطينية أيا ما كانت هذه القيادة التي سيختارها الشعب الفلسطيني، بعيدا عن ما تبثه أو تحاول أن تجد إسرائيل أياد لها من أنها تتحكم، تجد لها مكان، تروج. وهذه هي طبيعة إسرائيل عبر التاريخ. إلى اللقاء.